العروسه القادمه. طب بصوا ده، طب ده احنا في فرحه ينفع اللي هو بيقولوا ده؟ محلل لي 1 2 3 يا رفوع تيجي تقتلني انا وانت. نورت ايه الفرح الشياكه دي وايه الحلاوه دي؟ احلى عريس. سيبك انت واقعه من بره احنا ماشيين. خلي بالكم المقابله دي حصلت بره، بس انا قلت لازم تبقى مصوره عشان اوريكم اللذاذه والحلاوه دي. وهي بترقص مالهاش حل، دي معروفه، دي بص في كل الافراح بتوجب معايا حاجه والله بجد، اجدع واحده في المجال. الفيديوهات اللي انتوا شفتوها بتاعت مسلم واروى والكلام ده كله، بصوا يا جماعه، انا بصراحه شفت الحاجات دي متاخر كنت بتعامل عادي جدا، حتى في الفرح تشوفوني ان انا برقص معاها وطبيعي جدا، ولحد دلوقتي والله عادي، مش حاجه يعني عشان تفرق لي او حاجه. بس انا عايزه اوضح لكم كام حاجه. مسلم لما بيكون فرحان او يعني متوتر وفي حاجه كده وفي ناس دوشه حواليه وزحمه، مسلم مش بيركز في كلامه، مش بيركز هو بيقول ايه، مش بيركز هو بيتصرف ازاي، مش بيفكر في الحاجه قبل ما يعملها، بيتعامل بتلقائيه وطيبه جدا جدا. مش ببرر له، انا عارفه جوزي كويس، تمام، انا عارفه اللي حصل كويس. هو غلطان، هو اتمادى، هو فعلا زوجتها جدا وما كانش المفروض ان هو يقول كده ولا يعمل كده ولا دي تكون تصرفاته. بس انا وهو حرين مع بعض بقى، يعني انا وهو حرين مع بعض. الشخصيه بقى الملزقه اللي هي اصلا انت بره سلمتي وماسكه ايده وهو ماسك ايدك وقدام الصحافه والكلام ده كله، تمام، حلوه قوي، ما عنديش مشكله، انت طفله، انت بالنسبه لي او بالنسبه له طفله كده كده. وانا متاكده وعارفه ان الشخصيه دي مرميه في احضان الناس ديت من زمان، يعني من زمان، من وانا صغيره بشوف فيديوهات لاروى من قبل حتى ما اطلع سوشيال ميديا ولا ابقى مرات مسلم ولا الكلام ده كله. انا كنت بشوف اروى ديت في احضان المغنيين كلها، فده عيب تربيه كده كده، دي مش مشكلتنا، مش هنجيب الشخصيه نربيها عندنا. وطبيعي الراجل لما بيلاقي واحده مزوداها ومش فارقه معاها وسايبه عادي جدا، ومامي جنبي واختي جنبي وهاي وكل الكلام ده كله، وان هي تخش وراه جوه ولا تقف معاه جوه، وتعالى بقى قول لي الكلام ده هو قاله لي بره بس انا لازم اسمع الناس هنا يا جماعه بصوا مسلم بيقول لي ايه، وبصور فيديو وانزله. حبيبتي انت لو صاحبته وخايفه ان انت تخربي عليه او تخربي بيته يوم فرحه او انت عمرك ما كنت هتنزلي الفيديو ده. لو انت شخصيه محترمه عمرك ما كنت هتعملي كده، عمرك ما كنت هتبقي حابه الاذى للشخص اللي قدامك. ما طبيعي هيحصل مشاكل، ما طبيعي انت اللي هتتاذي اصلا، انت كمان، يعني انت اللي هيطلع عليكي ان انت واحده مش محترمه، لان ده ما يطلعش من بنات ناس اصلا، يعني المواقف دي ما بتطلعش من بنات ناس. شفت الفيديو الا بقى لو انت قصدك حاجه معينه او انت حرام متضايقه من حاجه معينه فشوفوني يا جماعه، فطلعت وري الناس والله بصوا كان بيقول لي ايه وها ده ما اعرفش ايه، مجرم. حبيبتي اللي انت بتعمليه ده يعني ما واحد في فرح ومرتبط الناس كلها عارفه الست اللي بتعمل كده بتبقى ايه. حته اروى انا كنت بحترمها وكنت بجد بعتبرها يعني اختي الصغيره، وانا ربنا عالم انا ما عملتش اي حاجه بنيه يعني هي حتى لما جت انا استقبلتها باحلى استقبال، وهي شافت انا من كتر اللمه اللي حواليا لما انا يعني ابص على ايديها دي كشياكه مني علشان اقدر اهرب منها، عشان هم كانوا يلا بسرعه عشان يعرف تعمل اللوك الثاني يلا بسرعه، مش عارف، قلت لها نورتي اروى يلا خشي على الفرح. بس ده كل الحوار انا عملته، مش عملته ان انا معلش يعني انا مش هاجي يوم فرحي هعاكس واحده ولا اقرب لواحده في وقت فرحي، اكيد ده مش عقلاني، يعني اكيد انا ده مش تصرفات واحد عاقل انه يعمل ده، تمام. فانا والله كل اللي عملته ده هو مع عباره غير ان انا بتعامل بنيتي الصافيه، وانا مش في قلب اي حاجه، وانا اكيد مش هبقى عامل الفرح ده كله ومكلف كل ده وعامل كل ده عشان خاطر الانسانه اللي انا بحبها، وفي الاخر هيجي حد يبوظ الفرح، اكيد انا مش هبقى عايز ده، تمام. فبس فاروى انا اتفاجئت من اللي هي عملته،
لان انا يعني انا قلت مثلا لو هي بتصورني ستوري او حاجه على بعد اللي نزل ده كله والناس شافته، قلت خلاص بكفايه، اكيد هي مش هتنزل حاجه تاني، عشان هي شايفه اصلا يعني الفيديوهات نازله عامله ازاي، الفيديوهات نازله عامله ازاي. تمام. وانا اليوم ده والله العظيم ربنا يعلم، انا ويارا شدينا مشاده جامده قوي، بس الحمد لله احنا بنعرف نلم مشاكلنا وبنعرف نحافظ على بعض، مش من الناس اللي اول ما بتتخانق بتسيب بعض وتجري وده يخش في حته وده يمشي في حته. انا مش كده، انا ويارا بعرف نتكلم الحمد لله، ربنا مدينا حته العقل قوي عندنا في علاقتنا دي بالذات. فانا بس اتفاجئت ان اروى لو انت بتحبيني او انت زي ما بتقولي بتحترميني، عمرك ما كنت هتروحي وتنزلي حاجه زي كده، لان يعني انت اكيد روحتي. ولو انت يا ستي انا مثلا قلت حاجه، قلت لو انت صغيره مثلا، او ممكن تكون انت الفيديو ده نزلتيه مثلا قلتي مش هيعمل حاجه، اكيد مثلا اختك او مامتك او اي حد من الناس الجميله اللي معاكي دول اكيد كان هيقول لك بلاش تنزلي ده، عشان ده لو يارا شافته مثلا هتعمل مشاكل. مثلا يعني لو الفيديو ده حد شافه اكيد هيتقلش مش حلو في اللي نازل ده. لا هي عارفه دوت، وهي فهي نزلته، وانا اصلا يعني بقول لها امسحي الفيديو اللي قبل من ده، ما شافتش كلامي وتجاهلت ونزلت الفيديو اللي بعده، ونزلت وما قدرتش حتى ان ممكن انا ومراتي نتعارك او اي حاجه، لان انا غصب عنها بهزر معاها، بتقول لي انت مش عارف ايه، قلت لها ان شاء الله العروسه القادمه، انا بقول لها العروسه القادمه يعني إيه؟ ان فرحك ان شاء الله اللي جاي عشان احضره زي ما انت حضرتي فرحي، ده اللي كان قصدي عليه. بس هي بتهزر، فقالت لي انت ايه ناوي تتجوز تاني؟ قلت لها ست الشرع محل 1 2 3 4، وهزرت قلت لها ده انت بتنزلي على الترابيزات ومش عارف ايه في اي فرح، كنت بهزر معاها عادي جدا، بنتكلم عادي جدا. بس الناس بتحول اي حاجه قدام منها، وانا كان فرحي في يعني في كميه صحافه انا ما كنتش اعرف جت ازاي او دخلت ازاي. انا كنت عامل الفرح ده يعني على قدنا جدا، ما كنتش عازم اي حد غير الناس اللي انا اعرفها، الناس قريبين مني. فبس حته بقى اعتذرت انا، هي خدت حاجه معينه من عندها ونزلتها، انا ما بعتش كده.